هو السيميوليشن فعلا لازم، يعني لازم اعرفه، ولا نتكلم مثلا ان هو يعني، يعني لازم اعرفه بس، ولا اخد عنه فكره، ولا اقرا كتاب؟ يعني كتير بيبقى فكره ان السيميوليشن مثلا زي الانسز، هو افتح واختار شويه اختيارات واوكي وبتاع وخلاص طلع لي يلا نتيجه. فازاي برضو، يعني رايك ايه في القصه دي، آه، حوار السيميوليشن؟ حلو. بص، في مصطلح كده الناس في السيميوليشن انجينيرز عارفينه، اللي هو حاجه اسمها جاربيج ان جاربيج اوت. بمعنى ان انت دلوقتي فتحت برنامج فتحت انسys، ورحت دخلت شويه كلام وطلع لك شويه كلام. ايه بقى؟ عرفت دي ايه منه؟ حقيقة، دي حقيقة. مش هتعرف اي حاجه. يعني مثلا بقى في مفيش حاجه. في الانسز ابسط ايه اللي حاجه، انت ابسط عملته حاجه. يعني؟ يعني مثلا بقى مكتوب مثلا طب كي ابسن، طب اخترت مثلا كي، طب كذا، طب اوميجا، طب مثلا اخترت هنا ليه اخترت مثلا يبقى ده هنا؟ يعني كميه اختيارات اصلا، هو الانسز ما شاء الله كميه اختيارات غير طبيعي. انت اخترت على ده على اساس ايه؟ اه. يعني كل حاجه من دي اصلا مبنيه على ايكويشنز، كل حاجه دي حرفيا يعني. وخلينا اتفضل يا وخلينا حتى باشمهندس. لو مش هنتكلم على انسز، هقول لك ان انسز ادفانسد. خلينا لو مش اه. هنتكلم على انسز، هنتكلم مثلا على حاجه زي السيميوليشن بتاع سوليد ووركس. فلو هنتكلم على السيميوليشن سوليد ووركس، برضه هو ضروري ان انت يبقى عندك باك جراوند اكاديمي. امم. ما ينفعش تشتغل على الحاجات دي دي من حقيقة. غير ما تبقى انت فاهم انت رايح تعمل إيه. مم. يعني السيميوليشن يا جماعه، عشان تشتغل سيميوليشن انت لازم يبقى انت تعرف تحل المساله اللي قدامك او البروبلم اللي قدامك دي، بس بشكل بسيط قوي قوي، بسيط فوق ما تتخيل. ليه؟ عشان يبقى عندك تخيل الحاجه هتطلع عندك عامله ازاي. مم. يعني انا مهما كانت المساله اللي عندي صعبه، انت حاول تبسطها لدرجه ان هي تبقى مساله كنت بتاخدها في سنه تانية ولا اولى ميكانيكا مثلا ولا ثالثه ميكانيكا. حاجه مم. بسيطه خالص، تعرف تحلها بحيث انت تعرف تتخيل الدنيا رايحه فين. غير بقى كده السيميوليشن ده بحر كبير. السيميوليشن ده انت اصلا قبل ما تخش لازم تبقى فاهم انت رايح تتعامل مع ايه، لازم تبقى عارف ايه السيمبلز اللي عندك وايه الانبوتس وايه الاوتبوتس وايه الباوندري كونديشنز اللي هتحطها بناء على ايه، والكونسترينز بتاعتك ايه، وهتعمل الجيومتري بتاعتك هتسمبليفاي عن كده، ولا ينفع تخش بيها كده، ولا المش بتاعك ايه التايب اللي هتختاره. لا، الموضوع انا دي الصراحه يا باشمهندس اندستري، دي مثلا، اندستري لوحدها. انا شايف الصراحه الفرق ما بين السيميوليشن والديزاين، طبعا هو كله بيكمل بعضه، بس بتكلم مثلا ان كتير ما يقدرش مثلا يخش في السيميوليشن، يقول لك لا ده تفاصيله كتير وبتاع ومحتاجه ذاكر. ما هي نفس الفكره برضه في الديزاين، انت ما بتعملش ديزاين وخلاص. لا، الديزاين محتاج يكون عندك نولج، عندك باك جراوند، فبتخش تستخدم التول اللي هي سي سوليد وورك. طب الانسز لا، محتاج يكون عندك برضه باك جراوند فلويد داينامكس، باك جراوند هيت ترانسفير، بعدين تخش على التول اللي هي الانسز. فهو نفس الاثنين، بس انت بس عشان بتخش الانسز تلاقيه في تفاصيل كتير فبتخاف. اما هو يعني هو نفس الفكره، نفس الكونسبت، ان هو ده محتاج نولج وده محتاج نولج. بالظبط بالظبط. بس يعني خلينا متفقين مثلا ان الاستراكشر عموما، الاستراكشر اناليسيز عموما ابسط بكتير من ال اه اه من اه، من في من حقيقة. الفلويد. من الفلويد. فلو هنتكلم كستراكشر، لا هو انت المفروض على الاقل تعرف تشتغل ستراكشر. تعرف يعني انت لو عندك حاجه كده مثلا بتعمل لها ديزاين، تعرف تشوف الحاجه دي هتبقى ستيبل ولا مش ستيبل، ولا ممكن تتكسر ولا مش تتكسر. لان انت معرض في اوقات كتير قوي قبل ما تصنع الحاجه تبقى عايز تعرف الحاجه دي هتنفع ولا مش هتنفع. اكيد احنا كلنا قابلتنا الحته دي، قابلتنا ان اه انت دي بتيجي حقيقة ترسم اه. حاجه ودايما خايف انها تتكسر. طب ما هو دلوقتي بقى، هل ان انا بقى اقول طب انا بقى اروح لواحد يعني يشوف لي هتتكسر ولا مش هتتكسر؟ طب انت ايه لازمه العلم اللي انت استفدته؟ عارف انت كده بقيت ايه؟ انت كده بقيت سوليد ورك انجينير، مهندس سوليد وركس. مم. ليه؟ لان انت بقيت بترسم بس ما بقيتش بتعرف تستخدم السكيلز التانيه اللي هي اوريدي عندك. ما تستخدم بقيه السكيلز اللي عندك، ابدا بقى شوف الحاجه دي هتستحمل ولا مش هتستحمل. يا عم حتى لو مم. عملتها هاند كالكوليشنز، مم. بس على الاقل تبقى انت عارف انت اللي بتعمله ده فيزيبل ولا مش فيزيبل. ما انت ممكن تبقى بترسم والدنيا لذيذ، وبص انت في الرسم ما فيش زيك، بس بتعمل مم. حاجات مش واقعيه، بتعمل حاجات دي غلط، حقيقة. بتعمل حاجات ما ينفعش تتصنع. بس نكمل ونسأل سؤال صغير كده يا باشمهندس، هل فعلا كل ديزاين لازم ليه معلش سيميوليشن؟ معلش، في نقطه تانية. في اتفضل. نقطه تانية برضو. او خلينا الاول نخلص حته السيميوليشن، بعد كده اقول لك نقطتين كده مهمين جدا. بس خلينا اتفضل. اسمع السؤال اللي انت كنت هتسأله لي دلوقتي. السؤال بس، هل كل ديزاين لازم ليه سيميوليشن؟ وده سؤال كتير سأل. هل كل ديزاين لازم اعمل سيميوليشن ليه؟ بص، لو هنتكلم على برودكت مم. برودكت ديزاين، اه ما ينفعش برودكت يطلع غير لما يكون معمول له السيميوليشن الخاصه بيه.
مم. ايا كان بقى ايه هي السيميوليشنز اه. اللي هتتم عليه. مم. ليه؟ ليه؟ لان ده برودكت، ده يا جماعه ده برودكت وهيشتغل وهيطلع منه ماس برودكشن وهيروح لكاستمرز. فما ينفعش ان في الاخر اعمل حاجه بايظه. مم. لكن لو انا بعمل حاجه مثلا في شويه حاجات كده بتبقى انت عارف بسنس بقى الميكانيكال ديزاينر ان الحاجه دي، لا الحاجه دي هتوز ستاند الفورسز بتاعتك، فخلاص انت ممكن مم. تتغاضى ان انت تعمل لها سيميوليشن. مم. بس ده مش الصح. ده انت بتعمل كده عشان انت بس ما عندكش الامكانيات بتاعت السيميوليشن، سواء بقى مم. كمبيوتر او سوفت وير، او ان انت ما عندكش التيم بتاع السيميوليشن. مم. خلي بالك برضو في نقطه، ان انت لما تشتغل ان شاء الله في شركات كبيره او كده، فانت كل البرامج دي لازم تبقى البرامج دي انت عندك لايسنس عليها. مم. فوارد قوي ان انت تروح تشتغل في مكان ما عندوش لايسنس سيميوليشن اصلا. مم. فهتعمل ايه؟ لازم بقى ساعتها بيبقى هو معتمد على خبرات الناس اللي عنده. الناس اللي عنده دي عندها سنس في الديزاين انها تعمل حاجه بنسبه كبيره هتوز ستاند. مم. بس برضو خلي بالك في نقطه، اللي بيشتغل الشغل ده غالبا ما بيشتغلش برودكت ديزاين، مش مم. هيعرف يشتغل برودكت ديزاين. يعني انت ما ينفعش تبني برودكت من غير سيميوليشن. السيميوليشن يا جماعه هو جزء لا يتجزأ من الميكانيكال ديزاين اصلا. بس هي مم. الشركات فصلته عن بعضها لان هو تراك كبير، مم. والميكانيكال ديزاين تراك كبير، فما ينفعش كل دول يخشوا مع بعض خلطبيطه بقى واحد عارف اه. كله. اه في ناس عارفه كله، في ناس مم. بتبقى عارفه كل حاجه. بس هو مم. دلوقتي الشركات بتتجه ان هي تخلي كل واحد مركز في نقطه معينه. ليه؟ عشان تخليك تاخد افضل ما عندك في النقطه دي، واجيب واحد تاني في نقطه معينه عشان اخد افضل ما عنده في النقطه دي. واصلا في مم. شركات فاتحه بتاوت سورس سيميوليشن بس. اه دي يعني في حقيقة. شركات في مصر هنا فاتحه سيميوليشن بس. دي فهو حقيقة، لو كان فهي الموضوع عادي بتقدم طب ما خدمة كانوا يشتغلوا. سيميوليشن بس. اه، بتقدم خدمات اه لو كان سيميوليشن ديزاين الموضوع كده. عادي طب ما كانوا يشتغلوا سيميوليشن وديزاين. لكن مم. هو في الاخر هو عايز يخليه يركز في النقطه دي بس. هو وظيفته مم. ان هو سيميوليشن انجينير. هو سي اف دي انجينير او او ابلكيشن انجينير او ايا كان اسمه، سي اف دي اناليست او ايا كان المسمى الوظيفي ايه يعني. فاهم؟ مم. تمام. دي نقطة كويسة جدا 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 بس يا باشمهندس. في الاخر يعني نقطه السيميوليشن دي لو حد عاوز يتوغل فيها بس، فده يا جماعه ده تراك لوحده. وليه مم. الناس اللي مختصه اللي ممكن تروح تسالهم، لان الموضوع ده لو انت بتتكلم على السيميوليشن بس، لا الموضوع فيه بحر كلام عن اللي انا اه. بقوله ده. انا برضو مم. انا اصلا في الاخر انا مش سيميوليشن انجينير برضو. مم. يعني مم. برضو النقطه دي مهمه، انا مش سيميوليشن انجينير. في بقى الناس اللي هي شغاله سيميوليشن بقى هي اللي تدي لك بقى العلم ده كله زي ما انت ما تحب بقى. مم. نقطة كويسة بس أوي يا باشمهندس، دي نقطة يعني كويسة جدا. كتير من الشباب الصغير فاكر مثلا خلاص أنا بقيت سي اف دي انجينير لمجرد إن أنا استخدمت الأنسز. لا، ده هو الحوار فيه كتب، كتب وكتب كتير وتقرا هنا وتشوف ده وتشوف ده، وده اشتغل بطريقة كذا وده اشتغل بطريقة كذا. يعني كمان من مميزات مجال السي اف دي، هي مش مميزات قوي بس هي من الحاجات إن هو معتمد حاليا على الأبحاث كتير. لازم تقرا أبحاث أول بأول. لازم كل فترة مثلا حد يشتغل بطريقة هو معينة هو يعمل بحث. اتفضل يا باشمهندس. اه خلي بالك هو كل السيف يعني تقريبا اغلب السيف دي اناليست هتلاقيهم اصلا ناس ماسترز وبي اتش ريسيرشرز، دي ريسيرشرز، وهتلاقيهم ناس ريسيرشرز كلهم. ليه؟ لان هو اه. المجال ده اصلا مجال بحث. هو امم. مجال الابحاث كله مجال مذاكره. اه. تبدا تخش وتشوف بقى إيه الجديد وتعمل وتشتغل. فهو المجال اصلا كله مجال بحث يعني. وكمان ده هو ولعلمك مجال. هو اللي من الناس برضو بيسمعنا وبدأ يشتغل سيف دي على برامج الانسز وحابب الموضوع ده، هو تراك. هو تراك ممكن امم. تمشيه وفي الاخر تبقى تشتغل الشغلانه دي يعني. ده امم. مش مستحيل. يعني اه. انت لو اه. بدات بانسز وبدات تشتغل فيه كويس، فدي خطوه حلوه جدا جدا، خطوه كويسه جدا ليك. لو انت عاوز تكمل روح بقى اسال حد شغال سي في، او حد شغال عموما اناليست، سواء بقى سي في او فاينات اليمنت اناليست، عشان احنا مش بنتكلم على استراكشر برضه. لو يعني سواء شغال لك كستراكشر اناليسيس او شغال فلويد اناليسيس، اوكي. فروح اسال، امم. الناس دي وشوف التراكات بتاعتهم عامله ازاي. امم. ولعلمك في كورسز كتيره دلوقتي على، يعني في ناس بتسوق الكورسات بتاعتها على لينكد ان وكده، وبيدوا دبلومه كامله للحاجات دي. امم. طبعا الدبلومه دي هي مش كافيه وافيه، هي بتعرفك برضو بدايات الموضوع تخش ازاي فيه تبدا، ازاي، ازاي بس يعني على الاقل يحطك على هتعرف. الفيرست ستيبس، بس هتعرف ازاي وتعمل. تبدا تخش، ازاي تبدا تخش المجال. اه بالظبط. دي نقطه كويس قوي يا باشمهندس. بالظبط. هو آم، بص،
عموما اي كورس على النت، اي كورس على النت انت هتاخده هو بيعرفك ازاي تدخل الحاجه وازاي تبدا تتعامل في الحاجه. طب انت بقى امتى تحترف الحاجه؟ لما تشتغلها. لازم تشتغل. دي حقيقة. لازم كتير تشتغل الحاجه. فاكر، كتير انا يعني كتير جدا 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 فاكر انك لما تاخد كورس خلاص انت بقيت بيرفكت. حتى بس يعني انت لا، انت محتاج تشتغل على نفسك، محتاج تعمل ديزاين واثنين وثلاثة وتغلط وتتعلم وتغلط. لا هو الحوار مش كده. الحوار اه ما فيش اي نكون اي حاجة هتتعلمها هيقول لك خلاص انت بقيت بيرفكت بعدها على طول. لا، انت محتاج تتعلم وتجرب وتغلط. طبيعي. بالظبط بالظبط. في دي بقى نقطة. كنت نقطتين كده كنت عايز، اتفضل يا كنت عايز باشمهندس. اقولهم بقى في الميكانيكال ديزاين برضو، من ضمن السكيلز اللي لازم تبقى عارفها كميكانيكال ديزاينر ولازم تبقى عارفها وانت صغير في الجامعه. حاجه اسمها ديزاين فور مانيفاكتشرنج، دي اف ام، وحاجه اسمها ديزاين فور اسمبلي، دي اف دي اف اي. ام، اه دي اف ام ودي اف ايه فلازم فعلا. ده حلو قوي النقطة دي. اتفضل يا باشمهندس انك اتكلمت عليها. اتفضل. فلازم انت تبقى عارف ان انت تعمل ديزاين قابل انه يتصنع مم. بايا كانت الطريقه التصنيعيه اللي انت هتصنع بيها. يعني لو انا شغال شيت ميتال فلازم ابقى عارف ايه هي الكونسترينز عندي في الشيت ميتال عشان ما اعملش ديزاين حلو وجميل وشكله حلو بس الراجل ما يعرفش يصنعه، مم. او لما يصنعه يطلع فيه عيوب. او اعمل ماشيننج مثلا، حاجه اعملها ماشيننج حلو وجميله وبتشغلها كويس ككاد، مم. بس الراجل يجي يصنعها يروح يقول لي بدل ما المفروض ان الحاجه دي تكلفتها اكس يقول لي 10 اكس. طب ليه؟ لان انت جايب لي ماتيريال كبيره وعملت تقصقص منها وتشيل منها. طب ما انت كان ممكن تعمل حاجه احسن من كده. او تعمل لي مثلا اندر كات في الحاجات، حاجات مثلا مستخبيه انا ما اعرفش توصل لها وانت فاكرها ينفع تتصنع. مم. فانت لازم تبقى اوير قوي 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 بطرق التصنيع، بطرق التصنيع. طب ده يرمي فينا، ده يرمي فين بقى؟ في المواد اللي احنا بندرسها واحنا في الجامعه، في مم. حاجات البرودكشن، حاجات مواد الانتاج والورش. الحاجات دي مم. ضروريه جدا. ده حلو قوي ليه؟ النقطة دي يا لان الحاجات دي باشمهندس. بتفهمك ازاي الحاجه مم. بتتصنع وازاي المكنه بتشتغل والحاجات دي كلها. نفس حلو قوي النقطة الفكره دي. في ديزاين فور اسمبلي. مم. نفس الفكره في ديزاين فور اسمبلي. ديزاين فور اسمبلي ضروري جدا. ليه؟ لان انت في الاخر يا جماعه لو انت شغال في برودكت انت هتضطر ان انت تركب الحاجات. مم. لازم تحط في اعتباراتك الحاجات دي لما تركب تبقى سهلة الركوب، تبقى اكسسبل. تفكر في مم. الصيانة، تفكر ان الحاجات دي اللي بيركبها في الاخر هو فني. فالفني ده ما عندوش نفس المايند سيت بتاعتك. انت الديزاينر فانت انت متخيل ان حاجة هتركب بالشكل ده، بس انت لازم تنزل شوية وتفكر بمستوى الناس العادية وتشوف اللي الواقع، هتفكر تركب اه. الحاجة وتشوف هتركبها الواقع ازاي. كمان. مم. اه بالظبط. وخلي بالك، خلي بالك في حاجات لو اتركبت بطريقة مش مظبوطة مش هتشتغل. فانت لازم تعمل حاجه اسمها ديزاين فور اسمبلي او تعمل دوكيمنت للاسمبلي. مم. ودي اصلا بتبقى دوكيمنت ضروريه. لازم تعمل دوكيمنت للاسمبلي، اسمبلي دوكيمنت، مم. او انستليشن مانيوال تقول للناس ازاي تركب الحاجه، تعمل كذا فكذا فكذا فكذا، بحيث ان اللي يقرا الحاجه يعرف يبقى يعني يعمل ايه. فالديزاين فور اسمبلي والديزاين فور مانيفاكتشرنج دول مهمين جدا طبعا. بقى اللي هياخد التو كي ووردز دول ويدور فيهم هيلاقي بحر كلام وبحر حاجات، مم. يحاول يفهم على قد ما يقدر. في حاجه مم. اسمها اديتيف مانيفاكتشرنج. اديتيف مانيفاكتشرنج دلوقتي ده ضروري جدا في حاجات كتيره قوي. ده يخلينا نبدا بقى نخش حاجات 3 دي برينتد والحاجات الميتال سنترد وحاجات كتيره قوي بقى داخله معانا دلوقتي في الصناعه بطريقه جامده قوي. لعلمك في حاجات كتيره قوي دلوقتي بقت تتعمل 3 دي برينتد. انت متخيل ان انت اه دلوقتي اه. برودكت تلاقي دي جواه حقيقة. حاجات 3 دي برينتد اصلا. وكمان 3 ففي بينتنج في حاجات فيه كتير. حاجات كتير. اه 3 بينتنج فيه تفاصيل كتير جواه. هي مش مجرد بودي مش مجرد بودي مثلا اه للشخص بحر. اللي هيطبع لي. اه ده لا لا حوار. لا ده الحوار ده فيه تفاصيل كتير فعلا. كتير قوي. الناس فاكره ان هو وقت ما حد سالني السؤال لا ده لا ده انا بحر. اه اه. وفي سبيسيفيكيشن معينه وفي ده تفاصيل ده ده معينه اه ده لا ده بحر. نقطه. وممكن ودلوقتي ودلوقتي شركات بدأت تنتشر في مصر كمان بتبيع كمان المكن بتاع الميتال بقى. اه فالموضوع انا تعمدت ان اتكلم في مصر لان الموضوع بره مصر من زمان، لكن في مصر الموضوع ده اه جديد. لسه فبدأت جديد بقى اه. شركات كتيره في مصر تبيع كمان المكن اللي بيعمل ميتال. فده كمان هياخدنا في حته تانيه خالص. هياخدنا بقى للنقطه اللي انت كنت بتتكلم فيها اول ما كنت بكلمك في الاي اي بتاعت الجنريتيف ديزاين. ليه؟ لان انت الجنريتيف ديزاين بيعمل لك حاجات كلها اوبتمايزد، حاجات بتقلل في الوزن وبتقلل في مم. ماتيريال كتير. بس الحاجات دي لما تيجي تصنعها ما تعرفش تصنعها بالطرق التقليديه.
اه. طب لو انت بقى عندك 3 برينتر ميتال او كده، تقدر تطلع حاجات رهيبه رهيبه. مم. يعني يعني مثلا شفت كده من فتره الانجن بلوك، اللي هي الشورت بلوك بتاعت الموتور، حد عاملها بالجنريتيف ديزاين دي، مقلل في الحجم بتاعها، في الوزن بتاعها بحوالي تقريبا 40 50%، ومطلع واو. شكلها بقى مختلف تماما عن اللي احنا عارفينه. واو فعلا. فالحاجات دي دلوقتي عشان تتصنع بقت محتاجه، حاجات دلوقتي بقت محتاجه تكنولوجيا مختلفه خالص. فالاديتيف مانيفاكتشرنج جايه وبقوه. مم. فيا جماعه طرق التصنيع قويه جدا جدا. سؤال اساسي في اي انترفيو يكلمك عن طرق تصنيع انت تعرضت لها، ويفهم ويحب يعرف انت تعرف تتعامل مع طرق التصنيع دي ولا لا. ليه؟ لان طرق التصنيع دي هتمبكت على الديزاين بتاعك. انت هتفكر في الديزاين بتاعك ده انجكشن مولدنج، ولا هتفكر فيه فاكيوم مولدنج، ولا هتفكر فيه ان هو يتعمل له ماشيننج، تعمل ماشيننج في بلاستيك، ولا هتعمله شيت ميتال، ولا ايه ولا ايه ولا ايه. مم. حاجات لا تنتهي. دي حاجة فعلا. فلازم تبقى انت لازم تبقى انت على تصنيع المستخدمة في الديزاين بتاعك. فده يتطلب ان احنا نهتم بالمواد الخاصه بالبرودكشن. يعني نقطة حلوة أوي يا باشمهندس.